عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ تنطلب يا ربي تكونوا بالف خير وصحه وسلامه ان شاء الله. درسنا اليوم معكم سلوى كروشي، ودرسنا اليوم باذن الله هو هاد اللوايه هادي اللي خدمت معها ان شاء الله، درت طبقتها لكم في هذا الفيديو ان شاء الله تشوفوا المراحل ديالها. تحت طلب العديد من الاخوات طلبوها مني في طلبا من هذه الصوره اللي عاد تظهر امامكم على الشاشه باذن الله. وان شاء الله نخليكم مع مراحل هاد اللوايه، ونتمنى يكون الشرح مفهوم باذن الله. ومهم حتى ما فهمتوش شي حاجه ان شاء الله نعاود لكم فيديو اخر باذن الله. نخليكم اخواتي مع الفيديو. بسم الله اخواتي، نبداو على بركه الله. فانا كنحتاج لهاد اللوايه، نحتاج الطرف ديال الثوب قطعته على شكل مستطيل في الشكل. غنخدم بكروشي 11 0.70 ملم. غنخدم بالحرير ديال القصبه على 4 شعرات. غنبدا اخواتي من هاد الزاويه هذه اللي غنبدا منها، فانا غنثبت فيها الخيط ديالي. فانا خديت الحرير وعقدته في الراس ديالو. كنجي لهاد الزاويه هذه وكنثبت الخيط ديالي في الزاويه على هذا الشكل هكا. سمحوا لي، كنجي لهاد الزاويه هذه اللي قلت لكم وكنثبت بحال هكا، وديك العقده كتبقى شاده لينا من الوراء. شفتوا؟ المهم الطريقه هي اللي كنثبت بها انا ديما العمل ديالي. صراحه ديما كنبغي نوريها لكم، ساعات كتبغي تصدق ليا كنصافي وكنحيدها من التصوير. المهم اخواتي نبداو على بركه الله. كناخذوا هنا من بعد ما ثبت العمل ديالي بورصه حشو، فانا كنجي حداها وغندير 9 ديال غرز حشو. 2 3 4 5 8. من بعد ما درت اخواتي 9 ديال غرز الحشو، فانا كنرتفع بسلسلتين، كندور العمل ديالي على هذا الشكل. كنجي لهنايا وكنعمر هاد الفراغات، هاد العيون الغرز ديال غرز الحشو. كندير فوق كل غرزه عمود، العمود الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، العمود السابع، العمود الثامن. فحنايا تكوننا 8 الاعمده بهذا الارتفاع هذا. عاوتاني كندير سلسلتين وكندور العمل ديالي. المهم اخواتي، من بعد ما درت 9 ديال الغرز الحشو، فانا عمرتهم ب8 ديال الاعمده. فانا ملي درت هكا وصلت لهذا المكان عمرت الاعمده، فانا كنرتفع بسلسلتين. فانا درت السلسله الاولى، دابا ندير السلسله الثانيه وندور العمل ديالي. من بعد عاوتاني كتكرر نفس العمليه، فاحنا كنعمروا فوق كل عمود عمود. ارتفاع ديال سلسلتين هو العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، والعمود
العمود السابع، العمود الثامن. فاحنا كونا 8 اعمده. من بعد عاوتاني كنديروا ارتفاع بسلسلتين وكندور العمل ديالي. من بعد كتكرر نفس العمليه، فاحنا كنديروا فوق كل عمود عمود. ندير عاوتاني السلسلتين الاولى هي العمود الاول، الثاني، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، والعمود الخامس، العمود السادس، العمود السابع. والعمود الثامن كندخلو في دوك ما بين دوك جوج سلاسل. المهم اخواتي هانتوما شفتوا كيفاش درت. عاوتاني دابا غنرتفع بسلسلتين وغندور. بالنسبه اخواتي هاد العمليه فهي تتكرر، يعني بلا ما نعاود يعني نطول الفيديو بزاف. فانا كنحسب 3 ديال السطوره بنفس الشكل. كنوصل هنايا كندير عمودين كندور، ملي كنوصل عاوتاني كندير ارتفاع بعمودين وكندور الجهه الاخرى تنكمل 8. انا غنكمل 8 وان شاء الله ونرجع معكم. المهم اخواتي انا رجعت معكم من بعد ما كملت 8 ديال السطوره كما شفتوا ديال الاعمده. انا غنزيد سطرين، مازال ليا سطرين. انا مبغيتش يجي ليا الفيديو طويل. وكنجي عاوتاني نفس القضيه، كندير فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود، 8 ديال الاعمده. العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، انا درت 7 ديال الاعمده. بالنسبه اخواتي العمود الثامن فانا كندخلو ما بين هذوك السلاسل اللي درت فيهم الارتفاع، فانا كندخل ما بيناتهم وكنكون العمود الثامن على هذا الشكل. كرتفع عاوتاني سلسلتين وكندور العمل ديالي. كندير عاوتاني 8 ديال الاعمده بنفس الطريقه. دابا وصلت للعمود السابع. العمود الثامن قلت لكم اخواتي كندير ما بين دوك السلاسل اللي درت فيهم ارتفاع. المهم اخواتي انا دابا كملت 8 ديال الاسطور ديال الاعمده. فانا شنو كندير؟ كنجيب بحال هكايا، كنجيب الخدمه ديالتي بحال هكا الثوب ديالي، وكنبقى غادا كنشوف فين جاتني تجيني الضربه. ندير بحال هكا ونقاد بيديا، نقاد بيدي الثوب ونقاد بيدي الخدمه ونشوف فين غتجيني الضربه. فهي تجيني مثلا في هذا المكان، فانا نعلم بحال هكا وندير.
لان ما عندهاش شي ارتفاع ولا شي حاجه، شي حسابات. فيما جات هذه كنلاقيوها مع الطرف الاخر ديال الثوب. مؤخرا انا نهزها باش تساعدني. فانا جاتني مثلا في هذا المكان، فانا كنشد كندير غرزه حشو. المهم اخواتي، يمكن شفتوا انا جاتني مزيره، فانا نحل هذا المكان. سمحوا لي الازعاج ديال هذا الصوت. انا يعني نديرها هنا حتى من الاحسن باش ما تمشيش ليا العوينه اللي غندير فيها. فاخواتي من بعد ما درت غرزه حشو وثبت الجهه اللي خدمنا دابا عاد، فانا شنو كندير؟ كنشد الخيط. من احسن نخدمو بجوج جبارات ديال الحرير، ولكن انا غنقطع الحرير هنايا ومن بعد ندفنو. فانا نقطعو بالمقص بحال هكا، وندير غرزه وندير منزلقه. المهم هاي اخواتي باش تبان لكم شنو بغيت الفكره ندير. هي جات على هذا الشكل هذا. عاوتاني كنت كنخدموا الجهه الاخرى اللي كتجي في الجهه الاخرى. انا دابا عاد ثاني نثبت الخيط هنايا ونخدموا الجهه الاخرى باش نكملوا ان شاء الله المراحل. المهم اخواتي، انا رجعت معكم من بعد ما دفنت هذاك الخيط. فانا هي قبيله عاد يعني فاش بدينا الحبيك بدينا من هذه الجهه هكا، ويعني عاد بدينا نخدمها. وجاتنا هذه هنايا، فاحنا باش تجينا عاوتاني الاخرى مقلوبه. فانا غناخذ الثوب بحال هكا ونبدا الحبيك من الجهه ديال الداخليه. من بعد ندفن هذاك الخيط اللي غيبقى ليا، من بعد ندفنه. فانا كندير بنفس القضيه، كندير 7 ديال الحبكات، 7 ديال 9 غرز حشو عفوا. 1 2 3 4 5 6 7 8. شوف ما واضحش. المهم اخواتي درت 8 ديال غرز الحشو، و9 غتجي تقريبا حدا المكان الاول اللي بدينا فيه، اللي درنا فيه اخر غرزه حشو في السطر الاول. من بعد كنرتفعوا بعمودين بسلسلتين عفوا، وكنضوبوا العمل ديالي، وكنخدم بنفس الطريقه ديال كما خدمت الجهه الاخرى. فانا غنعمر 8 اعمده، ندير معكم على السطر الاول ومن بعد نكملهم. فوق كل غرزه حشو عمود. فانا تكون عندي 8 اعمده. من بعد كنرتفع بسلسلتين، كنبقاو نكرروا نفس العمليه اللي درنا في الاول، نفس العمليه تتكرر. من فوق كل عمود 8 الاعمده، والعمود الاخر كندخلوه في داك الارتفاع اللي درناه ديال 2 سلاسل. سمحوا لي ما عرفتش علاش التصوير ما واضحش اليوم.
والعمود الاخر كندخلو ما بين هاد السلاسل كنكون عمود. المهم اخواتي هي الفكره تنظن واضحه. عاوتاني غنرتفع بسلسلتين وغندور دابا تنكمل 10 ديال الاسطر ان شاء الله ورجع معاكم. المهم اخواتي فانا من بعد ما كملت 10 ديال السطوره كما نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهذا هو العاشر. فانا وصلت للعمود الاخر. شنو كندير؟ كنشد كنحط عاوتاني بحال اللي درت في الاول. فانا كنحط الثوب ديالي بحال اللي درت في الاول، كنحط على هذا الشكل وكنعكسهم. المهم باش تعرفوا اخواتي فانايا ملي جيت نخدم هذه بديت من هنايا درت غرز حشو ودرت فاش باش تجينا اخر عمود يجينا هنا وكنلصقوه هنايا باش يجينا اخر عمود هنايا باش نلصقو مع طرف ديال الثوب اخر. فانا بديت الحبيك من الجهه الداخليه بحال هكا وعاد دورت الاعمده وعاد بديت الاعمده ديالتي باش تجيني هاد العمود الاخير يجيني يلصق ليا في الثوب في هاد الجهه الاخرى على هاد الشكل هذا. انا غنقاد بحال هكا، نقاد بحال هكايا بحال اللي درنا في الاول. من بعد اخواتي ملي عمرت فوق كل عمود فانا وصلت للعمود الاخر. هذا هو المكان اللي فيه الصوره في الصوره فيه هنايا ورده، فهو كيتعمر كله اعمده وكيبقى غادي بالاعمده. عاد عاوتاني كنبداو نديروا اللوايه من جديد. اخواتي فاش ساليت الاعمده فانا جيت درت غرزه حشو في الطرف ديال الثوب. عرفت ندير 3 غرز حشو، الاولى الثانيه الثالثه. غندور العمل ديالي على هذا الشكل. عاوتاني ندير فوق كل عمود كنمشيو على هاد الوتيره السطر كامل، يعني من الاول حتى الاخير. حنا وصلنا للعمود الخامس السادس السابع الثامن. كندوزو من هذاك الثامن مباشره للعمود ديال الجهه الاخرى. هذيك السلسله ما كنديروش فيها حتى حاجه. العمود الرابع العمود الخامس العمود السادس العمود السابع والعمود الاخير والثامن. كما شفتوا كتجي على هذا الشكل. عاوتاني كنثبتوا العمل في الجهه الاخرى بنفس القضيه، 3 غرز حشو، الاولى الثانيه والثالثه. كندور عاوتاني العمل ديالي، كنجي عاوتاني كنشكل عاوتاني فوق كل عمود كنمشي السطر كامل. فحنا 8 يعني و8 راه يجيونا 16، يعني غندير 16 عمود. المهم اخواتي عندي 16 عمود ان شاء الله ونرجع معكم. المهم اخواتي فانا من بعد ما كملت المهم اخواتي فانا من بعد ما كملت 16 عمود فانا عاوتاني كنجي للجهه المواليه عاود وكنثبت العمل ديالي ب3 غرز حشو. من بعد عاوتاني ملي كندير 3 غرز حشو كندور عاوتاني على دوك 16 العمود، كندير عاوتاني من فوق كل عمود
نفس القضيه اللي درنا دابا من قبل. المهم اخواتي انا عاوتاني نفس القضيه، فانا نكمل 16 عمود وملي نوصل هنا عاوتاني نوريكم عاوتاني شنو كندير. المهم اخواتي من بعد ما كملت 3 ديال الاسطر ديال الاعمده، يعني درنا انا 16 وهنا 16 وهنا 16، فانا جيت للاخر مكان اللي ساليت فيه السطر درت 3 ديال الغرز الحشو وغندور. دابا شنو غنديرو دابا؟ بحال غنبداو هاد اللوايه هادي ديالتنا غنكملوها، يعني غتمشي لينا بحال هاد الشكل هكا ونكملوها باش نلصقوها مع الجهه الاخرى. دابا يعني غنديرو غير 8 ديال الاعمده غنبقاو غاديين طالعين بنفس القضيه، يعني كنديرو سلسلتين ارتفاع وكنعمرو الاعمده بنفس الطريقه اللي درناها في هاد اللوايه الاولى. دابا غنكون 8 اعمده، 5 6 7 8. دابا درنا 8 ديال الاعمده، فانا غندير ارتفاع بسلسلتين وغندور العمل ديالي وغنمشي لنفس الطريقه اللي درت في الاول. فانا غنكمل 10 ديال الاسطر بنفس الطريقه، 8 ديال الاعمده فوق منه كل عمود 8 ديال الاعمده، يعني تنكمل 10 ديال الاسطر. المهم نوريكم اخواتي كيفاش كنرتفع عاود من هنايا باش ان شاء الله نكمل 10 ديال الاسطر ونرجع معاكم ان شاء الله. كندير سلسلتين وكندور العمل ديالي وكنمشي بنفس يعني في كل عمود بنفس الطريقه اللي درنا في الاول، 8 ديال الاعمده كنسالي عاوتاني 8 ديال الاعمده كنرتفع بسلسلتين وكندور حتى نكمل 10 ديال الاسطر. المهم اخواتي نكمل 10 ديال الاسطر ان شاء الله ونرجع معاكم. المهم اخواتي انا رجعت معكم من بعد ما كملت يعني 8 ديال الاسطر. فهذا ما حسبتوش، هذا اللي اتصل مع الثوب يعني ولصقته مع الثوب ما حسبتوش. حسبت من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خاص ضروري يجي عندنا اخر عمود في الجهه اللي من هاد الجهه. ما درت لكم خده باش نقرب لكم التصوير، ضروري اخر عمود خصو يجي من هاد الجهه باش يتشد لينا مع الثوب. فانا عاوتاني نكرر نفس العمليه. هناخد المهم اخواتي انا عاد جبت السيلو باش نوريكم، يعني ملي كنجيو لهنا لهذا المكان هذا من الاحسن نعلموه بالسيلو بحال هكا باش ملي نهزو نبغيو ندخلو تجينا ساهله، لان ما كاينش شي مساحه او شي حاجه فين ما جاتنا هذه خصها تثبت في الثوب. فانا نثبتها دابا من بعد ما علمتها بالستيلو عاد نثبتها على هذا الشكل هكا. من بعد غندير منزلقه كما درت في الاول، لان قلت لكم من احسن صراحه تخدموا بجراره وحده، لان ما يمكنش وقيله تخدموا بجوج الا الا كان كاينه واحد اللوايه وحده اخرى كتخدم بلونين، فكتخدموا بجوج الوان دقه واحده. اما هذه لا تنظن غير قصبه واحده غتخدموا بها هاد اللوايه اللي على هذا الشكل هذا. من بعد كنقطع بالمقص، فانا كندير منزلقه من بعد داك الخيط خصو يتدفن، يعني كندير بحال هكا. المهم تنظن اخواتي بدات شويه الفكره يعني تتكون عندكم. فانا عاوتاني غنجيب غنثبت الخيط هنايا وغندوز عاوتاني باش ندير الجهه الاخرى باش نوريكم ان شاء الله باش نختموا الدرس ديالنا. المهم اخواتي انا رجعت معكم بعد ما درت منزلقه هنا في هذا المكان، فانا غنجي لهذا المكان عاوتاني باش نبدا التكميله ديال هذه اللوايه كامله. انا عاوتاني حتى هي غدور وغتلصق في هذا المكان. فانا كنجي لهاد البلاصه اللي درنا فيها 3 الحبكات
اخر السطر، كنجي حداه كندير 3 غرز حشو باش تولي لنا بحال الجهه اللي مقابله معاها. اسمحوا لي، كنجي لهاد المكان اللي فيه خلينا فيه 3 غرز الاخرين اللي درنا فيهم في الجهه الاخرى، في هاد الجهه فاحنا كنديروا 3 غرز حشو اخرى. كنشد عاوتاني كندور بحال هاد الشكل هذا، فانا كندير في كل عمود عمود هذوك الثمانية اللي كانوا عندنا باش تولي بحال الجهه بحال هاد الجهه. هنا عندنا 3 غرز، سمحوا لي شنو بغيت نقصد. هنا عندنا 3 غرز حشو، عندنا عامر ب8 اعمده، فاحنا انا درت هنايا 3 غرز حشو ونعمرها ب8 اعمده باش نبدا نطلع عاوتاني اللوايه ديالتي كما درت في الاول. سمحوا لي جاني الشرح صراحه صعيب ديال هاد اللوايه، فانا تنتمنى تكونوا كتفهموني، انا شويه جاني صعيب بزاف. 1 2 3 4 5 6 ممكن نديرو 8 اعمده عاوتاني غنرتفع بنفس الطريقه. هانتوما اخواتي درت 8 الاعمده، درت هنا 3 غرز حشو ودرت 8 ديال الاعمده، فانا غنرتفع بسلسلتين وغندور العمل ديالي وغندير عاوتاني 10 ديال الاسطر بحال اللي درنا في الجهه الاخرى. المهم انا نكمل هذا السطر وندير لكم ارتفاع ديال سلسلتين، نمشي ان شاء الله نكمل 10 اسطر ونرجع معكم ان شاء الله. دابا درنا عمود الثامن وهذا. كندير ثاني ارتفاع بسلسلتين وكندور العمل ديالي عاوتاني كنرتفع. غنكمل عاوتاني اخواتي العشر الاسطر ما كيبداوش من هذا اللي درت فيه هنايا، فهو كيبدا من هنا. هذا ما كنحسبوش لانه متصل مع الثوب، فانا ما نحسبوش، نحسب من هنايا 8 ديال الاسطر. غنكمل ان شاء الله 8 الاسطر ونرجع معكم ان شاء الله. المهم اخواتي انا رجعت معكم من بعد ما كملت 10 سطور، فاخر عمود ضروري خصو يجيني في هذا المكان. يعني كما قلت لكم انا قبيله، سمحوا لي قلت لكم 8 ديال السطور هي 10 ديال الاسطر، فهذا ما حسبتوش اللي لقيته مع 3 الحبكات ما حسبتوش، بديت الحساب من هذا السطر. حسبت 10 ديال الاسطر. كنجي عاوتاني بنفس القضيه، كنجي لهذا المكان وكنعلم بالستيلو. نجيو هاد المكان اخواتي كنعلمو بالستيلو باش ملي نجيو نثبتو عاوتاني تجينا ساهله، كنجيو ندخلو فيها الكروشي فاحنا كنثبتو المهم اخواتي كنجيو لاخر عمود وكنثبتوه مع هاد البلاصه اللي علمنا بالستيلو، ويعني كنرجعوه باعمده بحال اللي درنا هنايا، يعني نفس الطريقه اللي درنا هنا راه نفسها تتكرر، يعني بلا ما نطولوا الفيديو. نتمنى تكونوا فهمتوني. المهم اخواتي انا غنزيد شويه ونوريكم كيفاش هي زينتها هنا بالعقيق، وهذيك الساعه ان شاء الله باش نختموا الدرس ديالنا باذن الله.
المهم اخواتي انا رجعت معاكم من بعد ما قلت لكم راه غنزيد شويه، يعني زدت هذه وهذه وحبست هنايا غير باش توضح لكم الصوره فقط. هانتوما كي خرجت في الاخير. فانا جيت لهذا المكان هذا ودرت العقيق كما كاين في الصوره. بالنسبه اخواتي لو بغيتوش هاد الفراغات تكون يعني تكون واسعه بحال هكايا، فانتم نديروا غير 8. غير هنايا ديروا غير 8 فقط. انا شنو اللي جعلني كنت في الاول فاش تمرنت درت غير 8، ولكن شنو جعلني رديتها 10 هو هاد المساحه اللي درت هنا في الاول. هنايا درت انايا خاصني ندير غير 3 سنتيم نيشان، ولكن جاتني زياده من الجوانب. نتوما ديروا غير 3 سنتيم وديروا غير 8 تقدر تجيكم. اللي ما بغاش هاد الفراغات، اللي بغى الفراغات فيديرها غير هاد الحسابات راه تجي مزيانه ان شاء الله. المهم اخواتي باش ان شاء الله نختموا الدرس ديالنا، فانا نوريكم كيفاش نبت هاد العقيق. فانا كناخذ المرمى كنديرها غير هاد الشكل هكا وكنثبت باش دغيا العقيق الا بغيتو تنبتوه يجيكم ساهل، يعني ضروري من المرمى. فاحنا كندوروا على هاد الشكل هكا وكنجيبوا خيط. كما قلت لكم ديما كنقول لكم كنخدم بخيط النيلو 40×3 والبرا نمره 7. كنجي لهاد المكان في الوسط ما بين هاد المكان وهاد المكان، كنجي هنا في الجنب وكان انا دايره من قبل دايره واحد العقده، انا غنزيد عقده واحده اخرى. هذيك العقده غندخل منها البرا ونخرج بحال هكايا باش نزير العقده ديالتي. هانتوما كما شفتوا صافي كندور بحال هكايا. كنجي لهاد المكان الوسط ما بين هاد الفراغ وهاد الفراغ اللي في الاسفل، انا كنجي الوسط هكايا كنخرج الابره ديالتي وكندخل هاد العقيقه اللي كنت درت هنايا غوز، فانا كندخلها وكنجي في هاد المكان حداها وكنخرج بهذا الشكل. كنزيد باش نثبتها، فانا كنعاود ندخل في نفس المكان اللي دخلت فيه من قبل وكنعاود عاوتاني ندخل فيها، كنعاود عاوتاني نخرج من اسفل ابره من اسفل. كنجي اخواتي كنجي لهاد المكان شويه فوق منه، تنظن واضحه الصوره. كنخرج عاوتاني الابره ديالي. شنو كندير من بعد؟ فانا كنعمرها ب7 ديال العقيقات. اخواتي انا اختاريت هاد العقيق الملون، هو ديال كريستال ديال الخيط ملون، تيعجبني صراحه كيجي المنظر ديالو زوين، هو اللي اختاريت. ودرت داك الغوز لان الغوز تيجي زوين مواتي مع التركو. هنايا عندنا 7 ديال العقيقات، يعني هنا غندخل 7 ديال العقيقات. كنجي اخواتي بهذا الشكل هكايا. المهم ندير هكا باش نثبت بيديا. كنجي بهذا الشكل وكندور عليهم كاملين. كنجي لهاد جوج وكنجي لهاد جوج عقيقات الاولين، كنجي لهاد جوج عقيقات الاولين كنشدهم بيدي بحال هكايا وكنجمعهم على هاد الشكل هكا. من بعد كنبقى نثبت كل كنجي لهاد المكان فين دخلت جوج عقيقات، فانا زيرتهم كما شفتوا
وكنجي لهاد المكان هذا كندخل ونشد هذوك 5 دقائق نشدهم بيدي باش نخرج العقيق من الاسفل. المهم هما دابا تجمعوا لينا، فانا شنو كندير خصني باش يتثبتوا مزيان خصني ندخل ما بين كل 2 عقيقات ندخل الابره والخيط. كنجي كنبدا مثلا من هاد الجهه عاوتاني كنجي لهاد المكان، هاد العقيقه عاوتاني ما بين هاد الجوج كندخل عاوتاني كنجي عاوتاني نفس العمليه تتكرر حتى كندور على الورده كامل هاد العقيق كامل، يعني كل 2 كنثبت ما بين كل 2 كنثبت ما بيناتهم حتى كتثبت مزيان صافي على هاد الشكل. ونظن دابا الفكره واضحه كيفاش كنثبت العقيق. صافي وصلت دابا لهاد جوج الاخرانيين وكنثبتو هاد اخر 2 اللي بقاو علينا خاويين، فانا تنثبت ما بيناتهم كتجي لهاد الشكل هكا. المهم اخواتي دابا نحيد المرمى. المهم غنعقد عاوتاني هنايا الخيط ضروري، يعني في الاخير ضروري ما خصو يتعقد. كنلوي 2 لويات بحال هكا، كنلوي 2 ولا 3 صافي كنجر الخيط ديالي. عاوتاني هاد الخيط هذا كندفنو هنايا صافي كنقطع يعني كنقطع بالمقص صافي. المهم اخواتي انا حاولت ما امكن يعني ندير بالصوره، لان صراحه الصوره ما واضحاش بزاف، حاولت ندير طلبة الاخوات فهي جات على هذا الشكل. هي تنتمنى يا ربي تكون الشرح واضح ويكون التفسير واضح. بالنسبه اخواتي اذا كان يعني التفسير ما واضحش فخليوا لي التعليقات ديالكم باش ان شاء الله نتمرن عليها بطريقه اسهل ونعاودها معاكم ان شاء الله بشي طريقه تكون مبسطه. اني خدمتها انا نوريكم، خدمتها بواحد ب2 الوان. هاد الطريقه صراحه سهله على هاد الطريقه هذه، لان الا بغيتي على الطريقه هذه بلون واحد فهي الطريقه اسهل. انا نوريكم غير هيا نوريها لكم. خدمتها بلونين. المهم الطريقه صراحه سهله، يعني غير كنثبتو كنطلعو كنلاقيو في الثوب بحال هكا وكنكملو حتى كنوصلو عاوتاني عدد الاسطر كنثبتو في الجهه الاخرى. عاوتاني نفس القضيه كنديروها هنا، يعني كنبداو من هنا كنلصقو في الجهه وكندورو وكنخدمو ب2 جرارات دقه واحده، يعني 2 قصبات ديال الحرير دقه واحده، وكنخدمو بهذا اللون بوحدو وهذا اللون بوحدو. المهم هذه الطريقه بالنسبه لي انا صراحه اسهل من هذه الطريقه، وان شاء الله حتى عجباتكم هاد اللي وريتكم دابا. هاي كتجي لهذا الشكل، ولا حتى عجباتكم ان شاء الله نخدمها معكم. غتكون طريقه مفهومه، غتكون اسهل لان دابا وريتكم كيفاش كنطلعوا اللوايه ديالتنا، فانا تنظن غتكون سهله بالنسبه لكم. المهم اخواتي انتهى الدرس ديالنا هذا النهار. نتمنى تعجبكم الطريقه ونتمنى يكون الشرح واضح، لان صراحه يعني شويه عيانه. ومهم حاولت ما امكن اني نوصل لكم غير قبلوا على الشرح ديالي. ما تنساوش اخواتي كما كنقول لكم في اخر الفيديو، ما تنساوش التعليقات ديالكم لانها مهمه بالنسبه ليا. ما تنساوش لي جيم، لان كما قلت لكم التشجيع والتحفيز نزيدو لقدام ان شاء الله. وما تنساوش اخواتي اللي مازال ما تابوناش مرحبا بكم في القناه، اشتركوا معنا مرحبا بكم. ودرسنا مقبل ان شاء الله هو واحد الزواقه هي تحت طلب الاخوات، نخدمها معاكم ان شاء الله.
نتمنى تهي تستافدوا منا باذن الله. المهم الى حين ذلك اخواتي استودعكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله.